بسم الله وعلى بركة الله. ألتقيكم فيديو جديد متابعي قناتي الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غياب طويل اضطراري نعود ثانية لحضراتكم من عبر قناتنا الجميلة التي كانت وما زالت هي منكم وإليكم لتقديم أفخر الأكلات والطبخات وأشهاها لكم متابعينا الأعزاء الذي طالما غمرتمونا بالاحترام والتقدير والمتابعة من خلال الرسائل الصوتية والاتصالات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والسؤال المستمر عنا وعن القناة. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى آيات الامتنان والاعتزاز والعرفان على مواقفكم النبيلة وعن أسئلتكم دائما المتكررة، متمنية السلامة والتوفيق للجميع. أول يوم حبيت أبلش وياكم فيديو متنوع، ومثل ما تشوفون اليوم راح أسوي أني تمن باللحم والشعرية. طبعا أني سالكته للحم وبعدها ضفت عليه البصل وهنا ضفت عليه الشعرية. بعد ما راح أحمسهم كل الزين راح نبلش نضيف عليهم التمان وبعدها ضفنا عليه المي. طبعا هنا أنا راح أشتغل بيه وأتركه أم حسين بعد تنتبه عليه، وراح نطلع احنا للبازار وراح أخذكم وياي. هنا أنا ضفت عليه الكاري والفلفل الأسود، وهنا ضفنا الملح، وطبعا ضفنا عليه قليل من الزعتر يضيف عليه فالطعم كلش طيب الزعتر. وبعد ما انتهينا من ضفنا الماء وغطينا عليه وخلاص. هسه هنا طلعنا للبازار. هنا البازار منقسم الى قسمين، من جهة البناية ملتنا الملابس والاكسسوارات وشغلات مال البيت كلها، وهنا القسم الثاني همات يعني بشغلات مال ملابس واكسسوارات ويعني مال توابل. وبعدها راح ندخل على قسم المسواق. طبعا البازار كلش حلو وبيه كلش هواي شغلات حلوة، وسبق واني مصورت لكم اياه بالقناة، لكن بين فترة وفترة اصوره لكم لانه دا تستجد بيه هواي شغلات وهواي اشياء دا ينزلون بيه، فدائما اصور لكم اياه. هنا دخلنا على قسم المسواق، وهنا بالبازار راح اترك لكم متعة المشاهدة والتقيكم بنهاية الفيديو ان شاء الله.
وبعد ما انتهينا بجولتنا من البازار، وإن شاء الله استمتعتوا بالموجودات بالبازار وأخذتوا فكرة من عندهن، خاصة اللي موجودين بتركيا، وكلها طبعا تعرف البازار واللي ينزلوه اللي موجودين بتركيا. فهنا وصلنا للبيت، أو هذا مسواقنا. طبعا عاجبهم دولمة، فسوقنا غراض الدولمة والفواكه والخضروات. وهنا البنات كلش عاجبهن هاي الكوابة، جبنا لهم منهن. وهذا الكلينس المرطب، وهنا نسكافة ونساتر للأطفال. وأكرر شكري وامتناني إلى كل من سأل علينا ودائما يتواصلون وياي، ولأنه كانت الغيبة كلش طويلة عن القناة بسبب ظروف، وإن شاء الله راح نستمر وياكم وبإذن الرحمن. هنا طبعا أنا دا أخلي المسواق على الطبلية مثل ما دا تشوفون، وأم حسوني دا تسحبهم، لأنه هي المساعد مالت القناة أم حسوني. وطبعا ما ننسى المصورة أم علي، أن المؤسسات مالت القناة. طبعا هذه أجبان من البازار والقشطة، وهذا الأجبان هاي هنا نوعية حلقات كلش طيبة. أو هنا هاي الشوكولاتة، وهذا مسواقنا لليوم. وراح تشوفون التمن باللحم اللي سويناه وياكم قبل ما نطلع للبازار. أو لهنا أنا أقول لكم انتهى الفيديو مالتنا، ولا تنسونا بالاشتراكات الحلوة ولايكاتكم، أو أقول لكم مع السلامة.